تعالي اقولك على خلطة حلوة قوي تتقل الشعر وتطوله وتديله لمعة حلوة جدا وتخلي الشعر تقيل تقل مفيش بعده تقل. تمام. هنجيب بصلاية هنقطعها كده اهو، وهننزل عليها بكام فص توم كده اهو. هنقطعهم برضو كده شرايح صغيرة عشان يغلوا، ناخد السائل بتاعهم كده في الغليان. تمام. بعد كده هنحط عليهم، تمام كده قطعناهم، هنحط عليهم معلقة حبة البركة، معلقة كبيرة حبة البركة، وده المكون السحري اللي بيطول الشعر وبيتقله وبيخليه في منتهى الجمال. ده اكليل الجبل او الروزماري، هناخد منه معلقتين. ادي معلقة، اتنين. تمام. بعد كده هنحط شوية ورق غار او ورق لوري. تمام. هنحط شوية كده ورق غار او ورق لوري، وهنحط حبة كده من القرنفل اللي هو المسمار. تمام. هنحطهم برضو. وبعد كده هننزل عليهم بكوبايتين او 3 كوبايات مية على حسب الكوباية بتاعتك. انا عندي الكوباية هنا كبيرة. تمام. عندي كوباية كده كبيرة، هنزل عليهم كده بكوباية، وادي الكوباية التانية. خليهم 3 كوبايات عشان احنا هناخد منهم هنعجن بيها صدر، والباقي هنعمله تونر نرشه على الشعر كل يوم بالليل قبل ما ننام. تمام. هنسيبهم يغلوا لمدة 20 دقيقة، وبعد كده هيهدوا. هنعبيهم في بخاخة، هناخد السائل هنعبيه في بخاخة، وده هنضربه في الكبة ونطحنه كله مع بعضيه، وهعجن بيه الصدر حنة بلدي، واحطها على شعر البنت. تمام كده. غلينا الخليط لمدة تلت ساعة وسيبناه لما برد خالص. هنصفيه ونحطه في البخاخة ونرش منه كل يوم بالليل. الخلطة دي جميلة جدا، وممكن يعملوها اللي شعرهم فيه أبيض، بتخلي الشعر تحفة، وبتسود الشعر كمان، بتخلي لون الشعر اسود وجميل. تمام. ده هنعبيه في البخاخة وهنبخ منه كل يوم قبل ما ننام بالليل، وندلك فروة الراس كده بيها. تمام. هيتقل وهيطول وهيبقى في منتهى الجمال. تمام. هنجيب بقى عايزة اعمل لبنتي حنة. هجيب 3 معالق حنة و3 معالق صدر، نبات الصدر جميل جدا بيتقل الشعر وبيطوله وبيخليه جميل. ده نبات الصدر الناعم. تمام. بنجيبه من العطار، بناخد منه 3 معالق على 3 معالق حنة بلدي برضو بنجيبها من العطار. تمام. وبنعجنها بالمية بتاعت الخليط، بناخد شوية من المية بتاعت الخليط ونعجن بيها. هناخد 3 معالق صدر حلوين كده. تمام. عليهم معلقتين حنة بلدي كفاية عشان انا شعر بنتي لسه صغير. تمام. هنخلط كله في بعضه. الخلطة دي جميلة جميلة، تتعمل مرة كل اسبوع، بتخلي الشعر تقيل وجميل وحلو جدا. تمام. هناخد منها بقى من الخليط اللي احنا عملناه. احنا ملينا البخاخة هنرش منها كل يوم. تمام. وملينا كوباية هنعجن بيها
الصدر على الحنة، نحط كده ونعجن لحد ما تبقى معانا ايه لينة وحلوة كده، تتحط على الشعر. تمام. الصدر بينعم الشعر وبيتقله وبيخليه في منتهى الجمال. تعملي الخلطة دي لبنتك كل اسبوع، لو هي شعرها خفيف هتبصي تلاقي شعرها تقل وبقى جميل وطول وبقى حاجة. بصي الكثافة فيه، بصي هتلاقي الكثافة فيه حاجة كده مش معقولة. تمام. هنفضل نعجن ونحط من المية ونعجن بيها. احنا طبعا حاطين في المية توم وبصل وحبة البركة وورق غار واكليل الجبل. كل الحاجات دي بتخلي الشعر جميل جميل. اكليل الجبل حلو جدا، بيطول الشعر وبيديله لمعة حلوة جدا. تمام. هو كده القوام حلو. هنفكك بقى الحنة ونعجنها كويس ونسيبها تخمر قيمة ساعة، وبعد كده نحطها ايه على شعر البنوتة. تتعمل الخلطة دي كل اسبوع. اهي الحنة عجلنا عليها الصدر. تمام. هحط عليها معلقة زيت خروع. هي كده اخر حاجة في الازازة عندي، هي يدوبك معلقة الزيت الخروع حلوة وبتقل الشعر وبتطوله. تمام. حطيتها عشان ايه الحنة بتنشف الشعر، والصدر برضو بينشف الشعر. فانا هحط عليها معلقة زيت خروع وهقلبها كويس. تمام. وهحطها على الشعر. هفتح بقى الشعر كده وايه ونحط حبة بحبة. تمام. هحطها بقى ايه، هنفتح الشعر كده ونحط على فروة الراس الاول، وبعد كده نحط على الشعر نفسه. الخلطة دي بتتعمل كل اسبوع. كل اسبوع دي هتخلي الشعر جميل وتقيل وحلو جدا. وبعد ما نغسل من الحنة، هي 4 ساعات في الحنة وتتغسل. بعد ما تغسلي الحنة كل يوم بقى ترشي من الخليط اللي احنا عاملينه ده. الخليط ما يقعدش اكتر من اسبوع، يخلص وتعملي غيره. تمام. وكده خلصنا، حطينا الحنة كلها بالصدر. تمام. هنلبسها بونيه ونخليها لمدة 4 ساعات وبعد كده تغسلها. او لو عايزة تخليها لتاني يوم حلوة مش وحشة برضو، هتعمل مفعول احسن. اهي بعد ما خلصنا لبسناها البونيه وكده خلاص. هنسيبها بقى، يا تسيبيها 4 ساعات يا تسيبيها لتاني يوم وتغسليها وتشوفي فرق الشعر. الوصفة التونر ده يترش كل يوم بالليل وتدعكي بيه فروة راسك كده، ان شاء الله مسافة شهر شهر ونص هيخلي الشعر في منتهى الجمال، طويل وتقيل وناعم ولمعته حلوة جدا وفتلة الشعر حلوة سميكة.
والشعر ما ينزلش. تمام، هنسيبه وبعد كده هنغسله ونوريكم برضو. ادي نتيجة الحنة، مخليه الشعر ناعم وجميل جدا. تمام، وطالع مفرود وحلو قوي وفيه لمعة حلوة قوي. وعلى فكرة مدي لون غامق، مدي لون اسود حلو قوي. يعني ممكن اللي عنده شعر ابيض يعمله، بيصبغ اللون وبيخلي لون الشعر جميل جدا. تمام، اتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم وتعملوها لولادكم. وما تنسوناش تفعيل الجرس وتشتركوا في القناة. ومستنية تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. كنت معاكم رحاب حسين.